ارجع يمين تلقى شلال ومقبرة. عبد الله، المطر لو هطل حافظ اتجاهات القرية وكأنك شفتها. الوادي رماه للحفرة. مكرم، من قتل الله لا إله إلا ما حد يعلم. قرية ما يضيع الحق والباد يظلم. الخايف يقلبها خبالة. الفتان خير يا ماهر. يزيد ينشر الفتنة. رش الملح مدري تسلم شرهم. ما هو إلا آدمي على فعلته يتهم. عددهم 20 أو 30 أو أكثر قليلة. بقوا فيها فترة يمكن قضوا سنة. مكرم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه من أنت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله اللي يوريك مكروه ولا شيء. قم قم. امشي امشي.
كل مرة نكتشف أماكن جديدة في القرية، يمكن نلاقي طريق للخرجة. ركزي في طريقك، يمكن نلاقي نقر كبير أو صغير. وأنا إيش عرفني بالنقر؟ عزة، أيوة يا بابا. ايش بتشوفي على يساري؟ تشتهي الصدق؟ أنت غلطت لو ما قتلت الرصد، ولا نتوقع أي حاجة منهم، لأنهم ما بيتركوا حقهم بالسهل. انطقي خير. كفاية اللي حصل له للآن. أنا قلت الصدق. هدأ، الحمد لله قدر ولطف. أنا كنت أظنها أنت، وإلا ما كنت خرجت معاها. يا لطيف يا لطيف. أني كنت أظن أنهم يتمثلوا بمالك بس. أي شمار، ما مرش على الناس اللي مروا من هنا فترة طويلة، تقريبا مروا من سنة. عددهم 20 إلى 30 بحسب عدد اليزمات والصنادل. وكيف عرفت إنها سنة؟ موضة الجزمات مش قديمة كثير ولا جديدة، والله أعلم. المكان هذا تجمع الماء من الجبال اللي حولنا، وكأن السيل أخذهن وجابهن لهنا. عبد الله عبد الله عبد الله، أصيح لك ما تسمعني. لو مشينا طوالي يمكن نحصل طريق. الطريق هذه خطر، لو نزل المطر غرقنا. ولا يحصل لنا شيء، خلي السيل يرمي بنا خارج القرية هذه. ما توقعتك مجنون يا صاحبي. خلينا نمشي، يمكن ينزل المطر. قلنا نمشي مش نجلس. تعبت ويئست من القرية هذه، 3 أيام ولا لقينا مخرج. مش وقت المخرج الآن، خلينا ندور على المخطوطة. ايش حصل لك فجأة؟ رجليك توجعني. اوف، مش قادر اوقف. استند علي. فين انت يا عبد الله؟ مش قادر اشوف حاجة، شكل السم انتشر في جسمي. يا عبد الله ساعدني ارجوك. كان معنا، فين اختفى فجأة؟ مش عارف، شكله سمع صوت ومشى بعده. الله يسامحك يا بابا، ضروري تمشي من غير ما تكلمنا. بابا، عم عبد الله فينك يا بابا؟ الزهدي، الآن بندور عليه ونلاقيه. الله يهديه، دائما يمشي لوحده، شكله كبير وبدي. اسكت ولا اسمع كلمة.
أبي أعقل مني ومنك. بابا بابا غنية؟ ايش فيك؟ مالك يا بنتي، حد مزعلك؟ طيب اشتقتي لأهلك ولا ذكرتي حد غالي عليك؟ أني تعبت من القرية هذه، أشتي أخرج منها وارجع لبيتي. أني ما كنتش أشتي أروح معه، أصلا مكرم أحلامه ما له نهاية. طيب اهدئي. هدا كيف وأني في قرية؟ أعوذ بالله منهم. بس كنت أظن إنه الجن يتمثلوا بمالك بس، لأنه عايش معاهم ويمكن قدم منهم، لكن يتمثلوا بي أني، وهذا اللي مخوفني. متى حصل هذا؟ اليوم. معك حق، لكن ما باليد حيلة. ادعين ربنا يجعل لنا مخرج قريب من هذه القرية. حاسب يا عم عبد الله. فين رايح؟ سمعت صوت الغيل. الصوت على يمينك من جهة الشلال، المقبرة أمامك. يعني الجبل الشرقي على يساري. إن شاء الله عليك يا عم عبد الله. حافظ اتجاهات القرية وكأنك شفتها أو عشت فيها من زمان. أنت مع من؟ وهل دخلت القرية وحدك ولا معك أحد؟ لو كنت عارف إن نهايتك هكذا ما كنت جيت. سامحني يا عم جمال. افتح يا مالك قبل نخرب المحل على راسك. جيب من شارع حبيب السيارة. طيب. شوف يمكن يكون داخل. الله يلعنك. هرب.
حرام عليك يا بابا، كم مرة قلت لك ما تمشي من غير ما تكلمني؟ لا تعتبي علي يا بنتي، أبوك كبر وصار ينسى. هيا نرجع. تعبت بنتي مني؟ ما تعبت منك، تعبت خوف عليك. آخر حاجة كنت أتوقعها إنه نلاقي مقبرة في هذه القرية. كيفك اليوم؟ حيا تفضل. لا، وجهك اليوم بيقول إنك تمام وأحسن. الحمد لله، أفضل من أمس. لكن لو تعرف ايش حصل معنا اليوم يا مشو. كلمتني غنية والمفروض إن احنا نعمل حسابنا ونحذر. أنت ما شفت اللي شفته أنا. ولو قلت لك إن أنا عشت موقف أسوأ من موقفك. مش قادر أصور لك اللحظة اللي حسيت إن حد بيسحبني. الله لا عادها من لحظة. متى هذا؟ اليوم اللي رحنا فيها المغارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا قلبي أنا أحاول أصبر نفسي وأخفي مخاوفي علشان نطلع الكنز ونخرج من هنا. مالك؟ وأنا إيش عرفني إنك مشهور الحقيقي؟ شكل مخك انضرب ولا ايش؟ أنا مشهور وجاي أطمن عليك، وشكلي غلطان إن جيت. خلاص، إذا أنت مشهور. اجلس جلس جلس جلس. خلي هذا الملح جنبك دائما، لأن الجن يهربون من الملح. كيف أسوي بقى؟ هكذا. خير يا ماهر؟ عمي عبد الله وعزة رجعوا؟ اللي رجعوا خدهم فوق. ولا تنسي الأذكار دائما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله. ادخلي. خير، ما تشتي. شفتك جبت الغنية قطع ملح عشان تبعد الجن. أيوة. ينفع تجيبي لي شوية عشان نتجنب شرهم؟ اللي يسمعك يقول طيب نقي، وانت خليت واحد مطعون وينزف. ايش فيه؟ ضعنا بين موالك القرية، ما عاد عرفناش منو مالك الحقيقي. تحدك ثنتين. اصبر، لا زيد لك. تسلمي. كيف لك جبتي معاكي ملح؟ أمي وجدتي كانوا مداومات على الأذكار والملح، وأنا من بعدهم تعودت. بالله من الشيطان. بسم الله.
عطشانة بروح أجيب مي. غنية، فين رحتي؟ أنت إيش جابك لهنا؟ خرجت بعدك. طيب تعال، إيش عاد باقي معك؟ تعالي أوري لك حاجة. تعالي شوفي ايش لقيت يا غنية. غريبة، أنا دخلت المطبخ من قبل وما شفتيش. وأنا مثلك مستغرب، وعندي فضول أعرف ايش داخل المكان هذا. لا يا مكرم، لا تدخلش. ايش حصلت؟ تعالي شوفي. مش في الزمن، في الناس بات تلقى العجب، مش في النتيجة الغرابة، في السبب، مش في المتاهة، في النفوس التايهة. كم
وشكل لمك حتى الحجر، سيبت للمجهول ظلك والآثار، ولقيت نفسك بثري شافي مهار. رخصت غالي يوم غليت الرخيص، بس الذهب يا صاحبي يبقى ذهب، بس الذهب يا صاحبي يبقى ذهب.